السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي، معكم مستر سمير أمير. والنهاردة بقى إن شاء الله هناخد امتحان جبر على الوحدة الأولى أو مراجعة جبر على الوحدة الأولى. هنراجع لك فيها كل مسائل الوحدة الأولى اللي واقفة قدامك. أي مسألة هتلاقيك مش فاهمها تابع معانا كده، بس هتلاقي المسائل جاية واحدة واحدة. تمام؟ وصدقني دي مراجعة فيها كل أفكار الوحدة الأولى. وحدة أولى جبر هتلاقي، وإن شاء الله هننزل كمان زيها برضو وحدة أولى حساب مثلثات. فيا ريت كده بس كده يا جماعه يكون في البدايه في دعم وفي تقديم. الدعم يعني مستر يعني تعمل لايك. مش هتخسر حاجه لما تعمل لايك، والله ما هتخسر اي حاجه لما تعمل لايك. مش عايزين بقى نكتر في الكلام. بيقول لك هنا كده اذا كان الزوج المرتب الاول بيساوي الزوج المرتب الثاني فان ص تساوي نقط. مديني زوج مرتب بيساوي زوج مرتب وعايز مننا قيمه ص، بس ده هنا مستر في س وهنا في س وص والكلام ده. هنعمل ايه؟ ولا نعمل اي حاجه، نفس اللي بنعمله. هنقول هنا كده بما ان زوج مرتب بيساوي زوج مرتب يبقى مسقط اول اللي هو س زائد 5 هيساوي 4 هيساوي 1. انا اسف. تمام. والناحيه الثانيه 6 ص زائد س، 6 ص زائد س هتساوي 8. هنودي بقى يا باشمهندس الخمسه الناحيه الثانيه، هيبقى عندي هنا كده الس هتساوي 1 ناقص 5، ومنها طبعا الس هتساوي 4 سالب 4. يبقى كده الس بتساوي كام؟ الس بتساوي سالب 4. هاخد الس دي واعوض بقى هنا عشان اعرف اجيب له الصاد. هنقول له بقى من هنا ال6 صاد شيل الس وحط مكانها سالب 4 ناقص 4 هتساوي 8. تمام. ومنها ال6 صاد هتساوي 8 زائد 4، ومنها ال6 صاد هتساوي 12. عشان اجيب الصاد هقسم هنا على ال6 واقسم هنا على ال6. طبعا ال6 تروح مع ال6 هيبقى لي الصاد بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 2. يبقى كده الصاد هتساوي كام؟ الصاد هتساوي 2. تمام؟ تمام. طيب بيقول لك هنا كده اذا كان الزوج المرتب اللي قدامي ده كان اللي هو 3 و5 ينتمي للمجموعه اللي قدامي دي، فان س تساوي نقط. خلي بالك انا عندي زوج مرتب بينتمي للمجموعه، يبقى المجموعه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ضرب مجموعتين، لان لما باجي اضرب مجموعه في مجموعه بيكون الناتج عباره عن مجموعه فيها ازواج مرتبه. طيب المفروض ايه بقى يا باشمهندس؟ المفروض هنا كده بقى يا باشمهندس الزوج المرتب ده يكون هو ده. ليه بقى؟ لانه بيقول لك بينتمي للمجموعه. يبقى المفروض الثلاثه دي موجوده هنا ايه؟ يبقى الس دي المفروض تكون بكام؟ يبقى الس دي كان المفروض تكون ب5. يبقى لو الس دي ب5 يبقى فعلا الزوج المرتب دوت بينتمي للمجموعه اللي قدامي دي. لكن لو الس دي باي حاجه غير ال5 يبقى الزوج المرتب ده لا ينتمي للمجموعه ديت. طبعا مفهومه. بيقول لك هنا اذا كانت ن س تربيع بتساوي 4 ونون س ضرب ص بتساوي 6، فان ن ص 2 او ن ص تربيع. خلي بالك ن دي كده يعني عدد عناصر المجموعه س. عدد عناصر المجموعه س لما ربعتها طلعت ب4. يبقى عدد عناصر المجموعه س من غير تربيع هتساوي كام؟ يبقى عدد عناصر المجموعه س من غير تربيع هتساوي 2. تمام؟ تمام. طيب السين المفروض انا عرفت اللي هي ب2. لما يجي هنا بقى يقول لك ن س ضرب ص ب6، السين انا عارف اللي هي ب2. يبقى الصاد المفروض تكون بكام؟ يبقى الصاد المفروض تكون ب3. ما هو ن س ضرب ص يعني هضرب عدد عناصر المجموعه س في عدد عناصر المجموعه ص. السين انا جايبها ب2 يبقى الصاد ب3 عشان الناتج يكون 6. بيقول لك هنا بقى ن ص تربيع، يبقى همسك ال3 دي كده هربعها، هنقول 3 تربيع. 3 تربيع بكام؟ ب9. 3 تربيع ب9. تعال بقى نروح للسؤال الرابع. طيب عندنا بقى السؤال الرابع هنا يا باشمهندس بيقول لك اذا كان 3 ناقص س وس ناقص 1 تقع في الربع الرابع. يعني ايه في الربع الرابع؟ بص كده لو جيت مثلا مثلت الارباع، طبعا هو هنا عايز قيمه س يا جماعه. لو جيت مثلت الارباع بالشكل ده كده مثلا عندي الاربع ارباع اهمت. تمام؟ ده كده هو المستوى الاحداثي. هنا كان الربع الاول وهنا الثاني وهنا الثالث وهنا الرابع. طبعا انت لو خدت بالك هتلاقي ان الرابع هنا كده السينات بتاعته موجب. طيب الصادات تنزل تحت يعني سالب. يبقى عشان النقطه دي كده تكون واقعه في الربع الرابع لازم العدد ده يكون موجب والعدد دوت
يكون سالب. طيب عشان العدد ده كده يكون موجب، تعالى نعوض، نمسك الاربعه نعوض بيها. 3 ناقص 4، 3 ناقص 4 سالب 1 ما تنفعش. 3 ناقص 3 صفر لو عوضت بالتلاتة ما تنفعش. 3 ناقص 2 تدينا 1 لو عوضنا بالاثنين. 3 ناقص 2 1 يعني موجب. طب تعالى نجرب هنا. 2 ناقص 1، 2 ناقص 1 1 برضه موجب برضه. ما ينفعش. الربع يا جماعه لازم يكون هنا موجب وهنا سالب. تعالى نشوف الصفر. 3 ناقص 0 3 يعني موجب. 0 ناقص 1، 0 ناقص 1 سالب 1 يعني سالب. يبقى اللي ينفع هنا كده الصفر. يبقى السؤال ده بنعمل ايه؟ بنعوض، بنمسك كل عدد من الاعداد دي كده واعوض بقى مكان السين، واشوف انهي واحده اللي تطلع لي المسقط الاول هنا موجب والمسقط الثاني هنا كده سالب. يبقى ده كده سؤال تعويض. ماشي؟ بيقول لك هنا اذا كانت س بتساوي المجموعه 3 فان س تربيع او س 2. س 2 يعني س ضرب س. س ضرب س يعني هضرب المجموعه 2 في المجموعه 2. تمام؟ طبعا لما اجي اضرب المجموعه 2 في المجموعه 2 هاخد الاثنين والاثنين، يعني هقول له هتساوي الزوج المرتب 2 و2. طيب فين بقى هنا الزوج المرتب 2 و2؟ دي 3، انا اسف. يبقى الزوج المرتب 3 و3. يبقى انهي واحده هي دي؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اذا كانت المجموعه س بتساوي 1 و2 والمجموعه ص بتساوي 3 و4 فان 3 و4 ينتمي ليه س ضرب ص ولا ص ضرب س ولا س 2 ولا ص 2. خلي بالك، شوف كده العدد 3 ده جاي منين؟ جاي من مجموعه ص. طيب العدد 4 برضه جاي منين؟ جاي برضه من المجموعه ص. ده مفيش حاجه جايه من س. يبقى المفروض يا باش مهندس الزوج المرتب ده كده بينتمي لضرب انهي مجموعتين؟ بينتمي لضرب المجموعه ص في المجموعه ص في نفسها، لان العدد الاول جاي من مجموعه ص والعدد الثاني جاي من مجموعه ص. طيب ص ضرب ص دي اللي هي ايه؟ اللي هي ص 2. ص ضرب ص اللي هي ص 2. بيقول لك هنا بقى اذا كانت س ضرب ص بتساوي الزوج المرتب 2 و3 فان س 2. خلي بالك س ضرب ص بتساوي الزوج المرتب 2 و3، معنى كده ان السين ما فيهاش غير عنصر واحد بس اللي هو الاثنين، اللي هو الاول. الاول ده بيكون جاي من المجموعه الاولى والثاني بيكون جاي من المجموعه الثانيه. معنى كده ان الصاد ما فيهاش برضه غير عنصر واحد بس اللي هو الثلاثه. طيب هنا كده س 2 يعني ايه؟ س 2 يعني س ضرب س. س ضرب س يعني المجموعه 2 ضرب المجموعه 2، يعني هتساوي يا باشمهندس هتساوي الزوج المرتب 2 و2. مجموعه 2 في المجموعه 2 هاخد الاثنين احطها في المسقط الاول والاثنين احطها في المسقط الثاني، يعني هتساوي الزوج المرتب 2 و2. اتمنى يكون الكلام ده كان مفهوم. تعالى نخش على السؤال الثامن. طيب السؤال الثامن بقى بيقول لك اذا كانت د س يعني دالة س بتساوي 4 س زائد ب، ودالة 3 بتساوي 15 فإن بتساوي نقط. خلي بالك يعني ايه دالة 3 تساوي 15 يا باشمهندس؟ دالة 3 تساوي 15 يعني لو عوضت مكان السين هنا كده ب3 المفروض دالة 3 تساوي 15 يعني هعوض مكان السين هنا كده ب3 والدال س دي كده هحط مكانها 15. ده معنى كلمة دالة 3 تساوي 15. تاني دي كده هنشيلها ونحط مكانها 15. تمام؟ يبقى 4 فيه والتلاتة بقى اللي جوه الدالة دي كده بتاعت س، يبقى 4 في 3 هتساوي ايه؟ 4 في 3 زائد ب. تمام؟ يبقى لما يجي يقول لك دالة 3 تساوي 15 معناتها ان انت التلاتة دي تعوض بقى في السين، اللي داخل الدال تعوض بقى في السين، واللي بعد يساوي تعوض بيها مكان دال س. 4 في 3 ب 12، يبقى عندي هنا كده ال 15 هتساوي 12 زائد ب. نودي بقى ال 12 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 15 ناقص 12 هتساوي ب. 15 ناقص 12 هتساوي كام؟ هتساوي 3. يبقى الب هنا كده هتساوي ايه؟ هتساوي 3. يبقى الب هنا كده هتساوي 3. بيقول لك هنا إذا كانت د س بتساوي 5 تمثل بمستقيم يوازي محور السينات فإنه يمر بالنقطة. خلي بالك د س تساوي 5
بتمثل بمستقيم يوازي محور السينات، معنى كده ان دي كده داله ثابته. وهي فعلا داله ثابته. داله ثابته يعني ايه؟ يعني يا باشمهندس المفروض هنا كده اي عدد تحطه مكان السين الصاده تطلع بخمسه. يعني المفروض دي كده بتساوي اي عدد وخمسه، لان الدال س دي بتساوي خمسه، معناتها ان الصاد بخمسه. اي عدد بقى تحطه هنا كده مكان السين المفروض الصاد تساوي خمسه. فانت هتبص هنا كده على الازواج المرتبه، انهي زوج مرتب فيه الصادات بتاعته بخمسه؟ هل ده؟ لا. ده لا. ده لا. هو ده. تعالى برضو نفهمها لك على الرسم اكتر. بص انا عندي هنا اهوت المستوى الاحداثي د س بتساوي خمسه، معناتها ان انا هاجي عند الخمسه وارسم الداله. ده كان المستقيم الممثل للداله. خلي بالك بقى، ممكن هنا كده يا باشمهندس النقطه دي بتنتمي للداله، ودي بتنتمي للداله، ودي بتنتمي للداله. اي نقطه من النقط دي كده بتنتمي للداله، ودي كمان بتنتمي للداله. طب النقطه دي كده بتساوي ايه؟ النقطه دي كده السينات بسته والصادات بخمسه. السين بسته والصاد بخمسه. طب النقطه دي، النقطه دي برضو بتنتمي للداله، السين بتاعتها بصفر والصاد بخمسه. طب ما النقطه دي هي دي اهي. هو كان ممكن ما يجيبش النقطه دي ويجيب دي او يجيب دي، المهم اللي هو لازم ان الصاد يكون بكام؟ بخمسه، لان دي كده داله ثابته. انت فاهم ليه داله ثابته؟ لانها خط مستقيم بيوازي محور السينات. طيب بيقول لك هنا كده يا باشمهندس الداله د حيث د س بتساوي س اس 4 ناقص 2 س اس 3 زائد 7 كسرة حدود من الدرجه نقط. خلي بالك عشان اجيب درجه الداله ببص لاكبر اس للرموز. هنا كده اكبر اس كام؟ 4. يبقى دي كده داله من الدرجه الرابعه. بيقول لك هنا كده الداله د حيث د س بتساوي س تربيع ناقص س ناقص س تربيع ناقص 3 كسرة حدود من الدرجه. خلي بالك عشان تجيب درجه الداله يا باشمهندس، عشان تجيب درجه الداله لازم تبسط الداله. يعني ايه؟ يعني لو الداله فيها اي حاجه تتعمل اعملها. لازم الداله ما يكونش فيها اقواس عشان تجيب درجتها. فالداله دي كده اللي هي هنا اسمها ايه؟ الداله دي كده يا باشمهندس عشان اجيب الدرجه بتاعتها لازم امسك السين السالب ده اضربه في القوس. يبقى السين تربيع هنا كده تنزل زي ما هي، ناقص في س تديني سالب س تربيع، سالب في سالب تدينا موجب 3 س. طيب خلي بالك عندي هنا بقى س تربيع ناقص س تربيع، دي هتروح مع دي، هيتبقى لي يا باشمهندس هيتبقى لي 3 س. طب الداله دي كام من الدرجه الكام؟ طبعا دي كده داله من الدرجه الاولى. دي كده داله من الدرجه الاولى، يبقى نقول له الداله دي كام من الدرجه الكام؟ الاولى. يبقى لما تيجي تجيب درجه الداله لازم لو في اقواس تتخلص من الاقواس. تعال بقى نروح للسؤال رقم 12. طيب السؤال رقم 12 هنا بقى يا باشمهندس بيقول لك اذا كانت د س بتساوي 3 فان د سالب 5 وناقص د 5. خلي بالك د س بتساوي 3 دي داله ثابته. يعني ايه داله ثابته؟ يعني ايا كان بقى لو عوضت عن السين بسالب 5 او عوضت عن السين ب5 هيطلع دايما الداله بتساوي 3 لانها ثابته. تمام كده يا باشمهندس؟ يبقى نقول له هنا كده د ناقص 5 هتساوي كام؟ هتساوي برضه 3. دي يا جماعه داله ثابته. لما يديك داله ثابته يقول لك عايز دال اي عدد هتطلع زي ما هي. طيب نقول له هنا كده ناقص دال 5 هتطلع برضه ب3. 3 ناقص 3 هتساوي كام؟ هتساوي 0. يبقى نقول له هنا كده هتساوي ايه؟ هتساوي 0 لان دي داله ثابته. بيقول لك هنا بقى الداله د حيث د س بتساوي 3 س يمثلها بيانيا خط مستقيم يمر بالنقطه. خلي بالك لما يجي يقول لك اي داله بقى في الدنيا، تمام؟ يعني مثلا لو جه قال لك د س بتساوي 5 س، دي كده يا باشمهندس لازم تمر بمحور بنقطه الاصل. ادام ما فيش هنا كده زائد او ناقص جنب السين يبقى دي كده لازم تمر بنقطه الاصل. تمام كده يا باشمهندس؟ يبقى دي كده داله بتمر بنقطه الاصل. ليه بقى؟ لان ما فيش هنا كده مثلا زائد 1 او ما فيش ناقص 7. ادام ما فيش الجزء ده كده مش موجود، اللي هو الجزء المقطوع من الصادات ده، لما نيجي بعد كده نروح لما نطلع قدام في المنهج هتعرف ان ده كده اسمه الجزء المقطوع من الصادات. لما يجي يقول لك 5 س اعرف ان الداله دي كده بتمر بايه؟ بنقطه الاصل. يبقى دي كده هتساوي ايه؟ هتساوي
صفر وصفر ادام هي بتمر بنقطه الاصل. او ممكن هنا كده يا شباب نجرب. يعني ايه نجرب؟ نمسك مثلا العدد ده كده نقول 5 في صفر، هنعوض هنا كام مكان السين بصفر. 5 في صفر بصفر، ما ادتنيش سالب 3، يبقى دي ما تنفعش. طب تعالى كده اعوض هنا 5 في 3 ب 15، يبقى المفروض العدد اللي هنا كده يكون 15، ما ادانيش برده كام؟ ما ادانيش الصفر. طب لو عوضت بالثلاثه 5 في 3 ب 15 برده مش هينفع دي، لكن عوض كده بدي 5 في صفر بصفر، لما عوضت عن السين بصفر طلع برده الصاد بتساوي صفر. المهم لما يجي يقول لك هنا كده د س بتساوي 5 س او 3 س او 2 س، ادام ما فيش جزء تاني ناقص او زائد، يبقى تعرف ان دي كده اسمها داله ثابته. يعني بتمر داله، انا اسف، داله بتمر بايه؟ بنقطه الاصل. تمام. ممكن تجيبها بالتعويض عشان تعرف انهي زوج مرتب اللي يمثل لي الداله دي كده، هاتها بالتعويض. بيقول لك هنا كده يا باشمهندس كان ممكن يحط لك اي عددين تاني مكان الصفر والصفر، بس لازم لما اعوض بالسينات المسقط الاول يطلع لي المسقط الثاني. هل هنا كده لما عوضت بصفر طلع لي صفر؟ طلع لي سالب 3؟ لا. لما عوضت بصفر 5 هنا كده مثلا 3 في صفر، 3 في صفر بصفر، بص هنا كام؟ سالب 3، ما تنفعش. لكن عوض هنا كده بالصفر ده 3 في صفر بصفر، يبقى المفروض الدال س هتساوي ايه؟ هتساوي صفر. بيقول لك هنا اذا كانت د حيث د من ح لح، حيث د س بتساوي س أس ك ناقص 2 زائد 3، وكانت د 2 بتساوي 11، فإن ك تساوي نقط. طيب هنا كده هنعمل ايه؟ هنعوض. هنا كده يا شباب هنعوض بايه بقى؟ هنعوض مكان الس ب 2. هنا كده بيقول لك ان د س بتساوي س أس ك ناقص 2 زائد 3. هنشيل السين دي كده ونحط مكانها كمان، نحط مكانها 2، يبقى هنقول 2 ك ناقص 2 زائد 3، وهنشيل الدال س دي كده ونحط مكانها 11، هتساوي كام؟ هتساوي 11. تمام. طبعا ممكن نلغي دي من هنا ونوديها بس الناحيه الثانيه عشان نعرف نشتغل عليها. طيب ومعايا كده بقى معادله، هنودي دي الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، زائد 3 تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى عندي 2 أس ك ناقص 2 هتساوي 11 ناقص 3، ومنها الكاف 2 أس ك ناقص 2 هتساوي 8. خلي بالك دي كده بقى معادلة أسية. عشان تجيب الكاف هنخلي ال8 دي كده 2 أس أي عدد، كنا بناخدها في تانية إعدادي، يعني هنثبت دي زي ما هي 2 أس ك ناقص 2 هتساوي ال8 دي بقى هخليها كام؟ هخليها 2 أس 3. ليه خليتها 2؟ عشان الاساس هنا 2، يبقى لازم برضو الاساس هنا يكون 2. ونقول بقى لنفسنا ادام الاساس بيساوي الاساس يبقى الاس يساوي الاس، يبقى الكاف ناقص 2 هيساوي 3. هودي طبعا الاتنين الناحيه الثانيه، يبقى الكاف هتساوي 3 زائد 2، يعني هتساوي 5. يبقى هنا كده الكاف بتساوي كام؟ يبقى الكاف بتساوي 5. طيب بيقول لك هنا كده يا باشمهندس اذا كانت د 2 س بتساوي 4، فإن د سالب س تساوي نقط. خلي بالك دي برضه دالة ثابتة. ادام ما فيش بعد اللي يساوي هنا كده سينات يبقى دي كده اسمها دالة ثابتة. يعني ايه دالة ثابتة؟ طب والاثنين دي يا مستر ولا لا لازمة؟ ولا لا اي لازمة الاثنين دي. يبقى ادام دي كده دالة ثابتة يا شباب، لما نحط مكان السين هنا اي عدد، لما نعوض باي عدد، اي بقى سالب س سالب 4، اي عدد، هيطلع الداله برضو بتساوي كام؟ هيطلع الداله برضو بتساوي 4. تمام. وبكده احنا خلصنا اسئله اختر. تعال بقى نروح للاسئله المقاليه. خلي بالك في مراجعه تاني غير ديت انا كنت عاملها لك على اسئله اختر برضو كتير، حوالي بتاع 28 مساله اختر. ها، افهم مسائل اختر لانها هتكون مهمه جدا في فهمك للمنهج. افهم مسائل الاختيارات لانها هتكون مهمه جدا في فهمك للمنهج. المهم احنا في المراجعه دي بقى خلصنا مسائل الاختيارات. تعال بقى نروح لمسائل المقاليه. طيب عندنا بقى اول سؤال مقالي هنا بيقول لك اذا كانت س بتساوي 2 و3 وص بتساوي 2 و3 و4 اوجد س ضرب ص ومثله بمخطط سهمي. طبعا يا باشمهندس عشان اجيب له س ضرب ص، س ضرب ص ادام مجموعه تتضرب في مجموعه يبقى الناتج لازم يكون مجموعه. المجموعه دي بقى بتحتوي على ازواج مرتبه، العنصر الاول بيكون من المجموعه الاولى والعنصر الثاني او المسقط الثاني بيكون من المجموعه الثانيه. يعني اول زوج مرتب هاخد الاثنين مع الثلاثه، 2 مع 3
بعد كده الاتنين مع الاربعة، بعد كده الاتنين مع الخمسة. خلصنا كده الاتنين، ندخل بقى على مين؟ على التلاتة. هناخد التلاتة مع التلاتة، بعد كده التلاتة مع الاربعة، بعد كده التلاتة مع الخمسة. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول لك خلي بالك ده لسه يا مستر، بيقول لك ومثله بمخطط سهمي. ادي عندنا اهوت المخطط السهمي، هنا كده عبارة عن 2 و3، وهنا 3 و4 و5. طبعا الاتنين مع التلاتة، الاتنين مع الاربعة، الاتنين مع الخمسة، التلاتة مع التلاتة، التلاتة مع الاربعة، التلاتة مع الخمسة. ده كده اهوت المخطط السهمي. تعال نروح للسؤال التاني. بيقول لك اوجد قيمة أ وب إذا كان الزوج المرتب الأول ده بيساوي الزوج المرتب التاني ده. زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى مسقط أول بيساوي مسقط أول، ومسقط تاني بيساوي مسقط تاني. يعني هنقول له هنا كده يا باشمهندس أ ناقص 7 هتساوي -2، والناحية التانية هنا كده ب أس 3 ناقص 1 هتساوي 36. السبعة تروح الناحية التانية، يبقى الألف هتساوي -2 زائد 7، ومنها الألف هتساوي 5. يبقى كده جبت له قيمة أ. طب الب هنقول له هنا كده ب أس 3 هتساوي 36. 36 المفروض دي 26 ها؟ 26 زائد 1 يبقى الب تكعيب هتساوي 27، ومنها بقى الب هتساوي، طبعا هناخد الجذر التكعيبي للطرفين. ب تكعيب بيساوي 27، يبقى الب هتساوي كام؟ يبقى الب هتساوي 3، يبقى الالف ب5 والب ب3. وبكده يا باشمهندس تعال نخش على السؤال اللي بعده. طيب عندنا بقى يا باشمهندس السؤال التالت هنا بيقول لك اذا كانت س بتساوي 1 وص بتساوي 2 و3 وعين بتساوي 2 و5 و6، اوجد عين فرق ص ضرب س اتحاد ص. خلي بالك انا اول حاجه هنا كده هجيب له عين فرق ص. هنجيب اول حاجه عين فرق ص. يعني ايه عين فرق ص؟ يعني اللي موجود عند عين لكن مش موجود عند ص. طب فين عين؟ عين اهي. اللي موجود عندها ومش موجود عند ص؟ اللي موجود عند عين ال5 وال6، لكن الاتنين موجوده. يبقى نقول له هنا كده عين فرق ص اللي هي كام؟ 5 و6 ضرب س اتحاد ص. س اتحاد ص يعني هناخد س وصاد، يعني هناخد الواحد والاثنين والتلاتة. الاتحاد يعني هناخد كل العناصر. طيب الناتج هيكون ايه بقى يا باشمهندس؟ الناتج هيكون 5 مع 1، 5 مع 2، 5 مع 3، 5 مع 1، 5 مع 2، 5 مع 3، 6 مع 1، 6 مع 2، 6 مع 3. تعال نعملها هنا 6 مع 1، 6 مع 2، 6 مع 3. تمام كده يا باشمهندس؟ طيب تمام. تعال بقى نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك هنا كده يا باشمهندس اذا كان س ضرب ص بتساوي المجموعه دي. اول حاجه عايزين ص، بعد كده عايزين ن ص 2، بعد كده عايزين ص ضرب س. طيب لما يجي يقول لك س ضرب ص بتساوي المجموعه دي كده يا باشمهندس، س ضرب ص بتساوي المجموعه دي، ص هتكون ايه؟ ص هتكون المساقط الثانيه، يعني هتكون الاثنين والخمسه والسبعه. دي ص لان ص هي جايه الثانيه، يبقى ص هي المساقط الثانيه الاثنين والخمسه والسبعه. طب عايزين ن ص 2، ن ص 2، يعني همسك عدد عناصر ص اربعها. عدد عناصر ص هنا 3، هحط لها تربيع تبقى 9. عايزين ص ضرب س، دي س ضرب ص صح؟ ص ضرب س هشقلب الازواج المرتبه، يعني هنا بدل ما هو 2 و2 لا هتبقى 2 و2، هي طبعا لانها ما فيش شقلبه دي. تمام. وبدل ما 2 و5 هتبقى 5 و2، 2 و7 هتبقى 7 و2، يبقى دي كده ص ضرب س. كده احنا خلصنا السؤال رقم 4. تعال بقى نروح للسؤال رقم 5. طيب عندنا هنا كده يا باشمهندس السؤال رقم 5 بيقول لك اذا كانت س بتساوي المجموعه دي وص بتساوي المجموعه دي، وكانت عين علاقه من س الى ص حيث ا ع ب تعني ان ا بتساوي ثلث ب.
لكل ألف تنتمي لس وب تنتمي لصاد اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي. وهل عين دالة ولماذا؟ طيب تعالى أول حاجة كده بس نجيب له بيان عين. بيان عين، عشان تجيب بيان عين لازم تفهم قاعدة الدالة. قاعدة الدالة اللي هي ايه؟ اللي هي دي كده. قاعدة الدالة هنا بتقول لك ان ألف تلت ب، يعني همسك التلاتة هنا كده هشوف هي تلت مين؟ العدد اللي تلت تلاتة، او ممكن ألف تلت ب، يعني همسك التلاتة اضربها في تلاتة. تلاتة في تلاتة بتسعة، يبقى هاخد التلاتة والتسعة، يعني التلاتة تلت التسعة. يبقى نقول له أول زوج مرتب هنا يحقق العلاقة تلاتة وتسعة. تمام. طيب بعد كده همسك الأربعة أضربها في تلاتة. الأربعة في تلاتة باتناشر، الاتناشر أهي، يبقى أربعة واتناشر. الأربعة تلت الاتناشر. همسك الخمسة أضربها في تلاتة، تلاتة في خمسة بخمستاشر، يبقى خمسة وخمستاشر. تمام. يبقى ده كده اهو يا باشمهندس بيان عين. بيقول لك بعد كده بمثله بمخطط سهمي. تعالى نعمل مخطط سهمي. مخطط سهمي اللي هو هنا كده تلاتة أربعة خمسة تمانية تسعة اتناشر خمستاشر ستاشر. هناخد التلاتة مع التسعة، هناخد الأربعة مع الاتناشر، هناخد الخمسة مع الخمستاشر. ده كان المخطط السهمي. طيب بيقول لك بعد كده هل عين دالة؟ عين دالة امتى؟ لما دي كده طبعا يا جماعه مجموعه س ودي كان مجموعه ص، لما يكون كل عنصر من عناصر س خرج منها سهم واحد فقط بنقول له عين دالة. طب ما ده خرج منها سهم وده سهم وده سهم، يبقى نقول له عين دالة. لماذا؟ لأن كل عنصر من عناصر س خرج منها سهم واحد فقط. تمام. تعال بقى يا باشمهندس نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لك هنا كده اذا كانت س بتساوي واحد وتلاتة وخمسة، ص بتساوي واحد واثنين واربعة وخمسة وستة، وكانت عين علاقة من س الى ص حيث أ عين ب تعني ان أ زائد ب بيساوي سبعة لكل أ تنتمي لس وب تنتمي لص. اكتب بيان عين. عايز بيان عين ومثلها بمخطط سهم وبين ان العلاقة دالة ويكتب مداها. طيب اول حاجة هنا كده بيقول لك ان القاعدة دي اهم حته يا جماعه، بعد كلمه تعني دي اهم حته اللي هي القاعده. بيقول لك ان أ زائد ب تساوي 7، يعني همسك هنا كده الواحد، واحد زائد كام تديني 7؟ واحد زائد 6، بس 6 موجوده يبقى نقول له اول حاجه هناخد الواحد والستة، دي كانت حقها للعلاقه. تمام. في واحد مع اي حاجه تانية تديني 7؟ مفيش طبعا. طب بعد كده 3 مع 4، الاربعه ايه؟ يبقى التلاتة والاربعه. بعد كده 5 مع الاتنين، الخمسة مع الاتنين. تمام. خلي بالك نعمله بس كده اول حاجه مخطط السهم، وبعد كده اقول لك خلي بالك من ايه. ادي السينات وادي الصادات. تمام. هنا كده س وهنا كده صاد. واحد وتلاتة وخمسة، واحد واتنين واربعة وخمسة وستة. طبعا الواحد هتبقى مع مين؟ الواحد مع الستة، هي اللي هتديني 7. التلاتة مع الاربعة، الخمسة مع الاتنين. طبعا ده كان المخطط السهمي. تمام. طيب بيقول لك بقى وبين ان العلاقه داله. فوق كان بيقول لك هل عين داله، بيسالك يعني ممكن تطلع داله وممكن تطلع لا، لكن هو هنا اصلا بيقول لك ده هي داله، بس بين لي بقى ان هي داله. هنقول له عين داله لان كل عنصر من عناصر المجموعه س خرج منها سهم واحد فقط. بيقول لك هنا اكتب مداها. نقول له بقى يا باشمهندس المدى عباره عن ايه؟ العناصر اللي راح لها السهم، يعني السهم هنا راح لمين؟ للاتنين والاربعه والستة، يبقى نقول له المدى 2 4 6.
تمام تمام. تعال بقى يا باشمهندس نروح للسؤال السابع. طيب عندنا بقى السؤال السابع هنا بيقول لك ارسم الشكل البياني للدالة د حيث د س بتساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 متخذا س تنتمي للفترة سالب 2 و4. ومن الرسم اوجد واحد احداثي رأس المنحنى، 2 القيمة الصغرى او العظمى للدالة، 3 معادلة محور التماثل. طيب هو اول حاجة عايزك تعمل ايه؟ اول حاجة عايزك ترسم. تعالى كده يا باشمهندس اول حاجة نعملها له نرسم. انا عايز ارسم الشكل البياني الممثل للدالة دي كده. طبعا اول حاجة هنقول له هنا كده س وهنا كده د س. تمام تمام. طيب السينات دي بقى يا باشمهندس هنجيبها منين؟ هنجيبها من الفترة دي، سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4 دي كده السينات. طيب د س اللي هي الصادات طبعا هنجيبها من خلال التعويض بقيم س في الدالة. بس ممكن بدل ما نعوض في قيم س بالدالة نجيبها بالآلة الحاسبة، نجيبها زي ندوس مود بعد كده تيبل ندخل الدالة هنا كده بيقول لك س تربيع يبقى الفا كوس يمين. السين هي الاكس بتتعمل ازاي؟ الفا كوس يمين تربيع ناقص 2 س الفا كوس يمين ناقص 3. تمام. طيب هنا كده بيقول لك ستارت اللي هي بداية الفترة سالب 2، اند اللي هي نهاية الفترة 4. بعد كده بندوس يساوي. ده بقى يا باشمهندس الجدول سالب 2 قدامها كام؟ قدامها 5. سالب 2 قدامها 5. طيب بعد كده السالب 1 قدامها 0. بعد كده الصفر قدامها سالب 3. بعد كده الواحد قدامها سالب 4. بعد كده الاتنين قدامها سالب 3. بعد كده التلاتة قدامها 0. بعد كده الأربعة قدامها 5. وبكده طبعا يا باشمهندس خلص الجدول. وعشان تعرف بقى ان الجدول بتاعك صح في قيمة في النص، القيمة دي كده هتلاقيها في النص، 3 قيم على يمينها 3 على شمالها. القيمة تحت هنا كام؟ سالب 4 هتلاقي على يمينها نفس اللي على شمالها، يعني سالب 3 0 5 سالب 3 0 5. طيب تعالى بقى يا باشمهندس نمثل الجدول ده سالب 2 و5، نمشي لحد السالب 2 ونطلع فوق عند الخمسة. سالب 1 وصفر نمشي لحد السالب 1 وعند الصفر، يعني ولا هنطلع ولا هننزل هنا كده. 0 وسالب 3 نمشي لحد الصفر وننزل تحت عند السالب 3. 1 وسالب 4 نمشي لحد الواحد وننزل تحت عند السالب 4. 2 وسالب 3 نمشي لحد الاتنين وننزل عند السالب 3. 3 وصفر نمشي لحد التلاتة ولا نطلع ولا ننزل. 4 و5 نمشي لحد الأربعة ونطلع فوق عند الخمسة. تمام. وبكده يا باشمهندس ده كده هوت المنحنى الممثل للدالة. طيب بعد كده بقى بيقول لك عايزين بقى من الرسم احداثي رأس المنحنى. احداثي رأس المنحنى. احداثي رأس المنحنى اللي هي النقطة دي كده يا باشمهندس. احداثي يعني نقطة. طب النقطة دي كام وكام؟ سالب 1 و4. سالب 1 و4. 1 وسالب 4 انا اسف. 1 وسالب 4. يبقى ده كده اهوت احداث راس المنحنى. خلي بالك كنا ممكن نجيبه من هنا. شايف النقطة اللي في النص دي كده؟ هي دي كده احداث راس المنحنى. طب بعد كده عايز ايه بقى؟ عايز القيمة العظمى او الصغرى. ادام الدالة عاملة شكل 7 يبقى دي كده قيمة صغرى. لانها تحت. اصغر قيمة عندها هنا كده اللي هي السالب 4 وصلت لها دالة. لو عاملة شكل 8 بتبقى الدالة فوق. تمام؟ او يا باشمهندس القيمة العظمى هنقول له القيمة الصغرى. القيمة الصغرى هنا كده ادام عاملة شكل 7 يبقى لها قيمة صغرى. الصغرى د س بتساوي كام بقى؟ د س بتساوي كام؟ بتساوي سالب 4. طيب لو عامله شكل 8 كان اللي بيبقى لها قيمه عظمى. بجيبها منين؟ بجيبها من هنا كده. شايف انت الصادات دي كده القيمه الصغرى.
الحاجة التالتة اللي هو عايزها معادلة محور التماثل. معادلة محور التماثل هنقول له السين بتساوي، باخد يا باش مهندس السينات. السينات هنا كام؟ بتاعت احداث رأس المنحنى بتساوي 1. يبقى نقطة احداث رأس المنحنى بجيب منها حاجتين. أول حاجة معادلة محور التماثل بتكون هي السينات، القيمة العظمى أو الصغرى بتكون هي الصادات. تمام؟ ويعني ايه معادلة محور التماثل؟ اللي هي دي. بص هنا كده محور التماثل بتاع الدالة فين؟ عند الواحد. بس الأفضل اللي احنا نجيبها من هنا. طيب تعالى بقى يا باشمهندس بعد كده نروح للسؤال الثامن. بيقول لك هنا كده إذا كان المستقيم الممثل للدالة د حيث د من ح لح، حيث د س بتساوي 2 س ناقص 1 يقطع محور الصادات في النقطة ب ناقص 2 و5. اوجد قيمة 3 أ زائد 2 ب. خلي بالك بما ان المستقيم ده كده بيقطع محور الصادات في النقطة دي، يبقى النقطة دي كده يا باشمهندس السينات بتاعتها بصفر. بما ان المستقيم بيقطع محور الصادات يبقى السينات بتاعت النقطة دي كده بكام؟ بصفر. يبقى نقول له من هنا كده بما ان المستقيم يقطع محور الصادات إذن السينات هتساوي صفر. طيب إذن ب ناقص 2 هتساوي صفر. إذن الب بكام؟ إذن الب هتساوي 2. يبقى أنا كده قدرت أجيب الب يا باشمهندس. الب بكام؟ الب ب2. الب هو هنا كده عايزك تجيب 3 أ زائد 2 ب. أنا كده قدرت أجيب الب. طب الألف هجيبها من هنا. الألف أنا هقدر أجيبها من هنا. خلي بالك بقى إن المستقيم يقطع محور الصادات في النقطة دي، يبقى أنا ممكن أعوض بالنقطة دي كده يا باشمهندس في الدالة. هنقول له بما إن المستقيم يمر بالنقطة ب ناقص 2 و5، إذن هنعوض بقى يا باشمهندس بالمسقط الأول في مكان السينات ونساوي الدالة بالخمسة اللي هي الدال س. الدال س دي كده النقطة بتاعتها الخمسة، والسينات دي كده النقطة بتاعتها اللي هي السين. طب خلي بالك النقطة السين هنا بكام؟ بصفر. النقطة السين هنا كام؟ بصفر. خلي بالك هو هنا كان الأفضل برضو اللي أنا أقول له إيه؟ المستقيم يمر بالنقطة صفر وخمسة. يبقى هنعوض بالصفر مكان السين وبالخمسة مكان الدال س. يعني من الآخر كده هنقول له 2 في صفر ناقص الألف هتساوي كام؟ هتساوي 5. الدال س دي كده يا باشمهندس حطينا مكانها الخمسة، ها؟ بس هي بدل ما على الشمال هنا على اليمين جبناها على الشمال عشان تبقى شكل المعادلات اللي احنا عارفينها. طيب وبكده بقى 2 في صفر، 2 في صفر بصفر ناقص ألف بتساوي 5. خلي بالك هنودي بقى السالب ألف الناحية دي ونجيب الخمسة الناحية دي. سالب ألف تروح الناحية التانية بكام؟ هتروح الناحية التانية الخمسة بس هتيجي الناحية دي كده بالسالب، تمام؟ والسالب ألف هتروح الناحية التانية بألف، يبقى كده الألف بتساوي كام؟ يبقى الألف بتساوي سالب 5. هنقول له إذن 3 ألف زائد 2 ب هتساوي 3 في سالب 5 زائد 2 في الب بكام؟ الب طلعت ب2 زائد 2 في 2. 3 في سالب 5 بسالب 15 زائد 2 في 2 ب4. سالب 5 و4 تدينا سالب 1. طيب معلش هنا كان المفروض تكون كام يا باشمهندس؟ المفروض تكون سالب 15. سالب 15 وموجب 4 تدينا سالب 11. سالب 11. وبكده تعال نروح للسؤال اللي بعده. طيب عندنا بقى السؤال التاسع هنا يا شباب، برضو بيقول لك مثل بيانيا منحنى الدالة د حيث د س بتساوي 2 ناقص س تربيع متخذا س
تنتمي للفترة سالب 3 و3. ومن الرسم استنتج نقطة رأس المنحنى والقيمة الصغرى أو العظمى. طيب زي ما قلنا قبل كده هنعمل هنا كده س، وتحت هنا كده د س. تمام. وبعد كده هنا بقى يا باشمهندس هنفرغ الفترة دي كده اللي هي سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3. تمام. وتحت هنا كده هجيب له د س. هنقول مود تيبل، نكتب الدالة 2 ناقص الفا اكس تربيع. بعد كده يا باشمهندس هندوس يساوي، بيقول لك ستارت بداية الفترة سالب 3 اند اللي هي 3. تمام. طيب بيقول لك هنا بقى السالب 3 قدامها كام؟ قدامها سالب 7. السالب 2 قدامها 2 سالب 2. السالب 1 قدامها 1. الصفر قدامها 2. الواحد قدامه 1. الاتنين قدامها سالب 2. التلاتة قدامها سالب 7. تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس تعالى بقى ايه نمثل الدالة. بس انا معلش اول خانة هنا كده والتاني خانة هنا كده مش هنعملها ليه؟ لان انا ما عنديش سبعات هنا، لكن انت اكيد هيكون عندك 7. ها انا ممكن اطول شوية بس مش هعرف اطول، ولا نطول؟ تعالى كده نطول اهو. هنا كده مثلا ال7، وفوق هنا كده خلاص هي السالب 7 بس. سالب 3 وسالب 7. سالب 3 سالب 3 هنا وسالب 7 تحت هتبقى هنا. سالب 2 و2 سالب 2 وسالب 2. سالب 1 و1 سالب 1 و1. سالب 2 2 وسالب 2 2 وسالب 2. 3 وسالب 7. 3 وسالب 7 هنا. تمام. طيب في حاجة هنا كده غلط. في المفروض هنا كده 0 و2 0 و2. وهنا كان المفروض كان في 1 1 ما عملناهاش 1 و1. طيب في نقطتين احنا نسينا نعملهم. المهم اللي احنا كده عملنا كل النقط. ها بعد كده بقى نعمل ايه؟ نوصل. طب انا عرفت ان ايه اللي كان في حاجه غلط. بص هتلاقي في نقطه في النص، ولازم كل نقطه على شمالها يكون زيها بالظبط نقطه على يمينها في نفس الحته. يعني هنا مثلا ما بين ايه، هنا دي كده على الايه، على خط الصادات. تمام. النقطه دي كده بعيده عن خط الصادات بوحده واحده، يبقى الناحيه التانيه برضو المفروض وحده واحده يكون في نقطه، عشان ده كده يبقى خط التماثل. طب بعد كده نعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ بعد كده هنوصل. وبكده يبقى ده كوت المنحنى الممثل للداله. بعد كده بيقول لك ومن الرسم استنتج نقطه راس المنحنى. دي كانت نقطه راس المنحنى اللي هي 0 و2. ممكن اجيبها من هنا، نقول له نقطه راس المنحنى 0 و2. طب بعد كده بيقول لك عايزين برضو القيمه العظمى او الصغرى. خلي بالك ادام عامله 8 يبقى دي كده قيمه عظمى. هنقول له القيمه العظمى د س بتساوي 8 بتساوي 2. انا اسف 2. تبقى هي عباره عن الصادات. ها يا باشمهندس. طيب تعالى بقى نروح للسؤال العاشر والاخير معانا النهارده في المراجعه الثانيه، لان في قبل دي كده مراجعه. بيقول لك هنا كده اذا كانت س بتساوي 1 و2 و4 وص بتساوي 2 و3 و4 و6 و8، وكانت عين علاقه من س الى ص حيث ا ع ب تعني ان ا بتساوي نص ب، لكل ا تنتمي لس وب تنتمي لص. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهم والعين داله مع ذكر السبب. طب خلي بالك هو هنا كده بيقول لك ان كل عنصر من ا نص العنصر اللي ب. بيان عين يعني من الاخر كده الواحد ده نص كام؟ نص الاتنين، يبقى 1 و2. الاتنين نص كام؟ نص الاربعة، يبقى 2 و4. الاربعة نص كام؟ نص ال8، يبقى 4 و8. ده كده بيان عين. تمام. بعد كده بيقول لك اكتب بيان عين ومثله بمخطط سهمي. تعالى كده نعمل له مخطط سهمي.
طبعا ده السين وده كده الصاد. السين فيها 1 و2 و4، الصاد فيها 2 3 4 6 8. الواحد نص الاتنين، الاتنين نص الاربعة، الاربعة نص التمانية. بيقولك بعد كده يكتب بين عين ومثلة بمخطط السهم، وهل عين دالة؟ هنقول له نعم عين دالة. مع ذكر السبب هنقول له لأن كل عنصر في س ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. تمام كده يا باشمهندس. يبقى بكده احنا خلصنا الامتحان او خلصنا المراجعة النهارده بتاعتنا. طبعا كان فيها يا جماعة مراجعة قبل دي حلينا فيها 28 سؤال اختر مهمين جدا انك تفهم حتى كمان المقالي. هسيب لك الكلام ده كله امتحانات بقى الشهور كلها او امتحانات المحافظات، هسيب لك كل الكلام ده تحت. بالتوفيق لجميع الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم مستر سمير أمير، وانتظرونا في مراجعات أخرى للصف الثالث الإعدادي.